البدايات الصعبة دي أنا بتفائل بيها للأسف. ألف مبروك للمنتخب ويا رب أبارك لكم كل ماتش كده. بس خلونا الأول أقول لكم خبر وحش، المنتخب عنده ADHD، طلع مريض يا عيني. معلش احنا عندنا فرط حركة يا جماعة، محتاجين دكاترة تخاطب للعيبة اللي عندنا بجد والله. أولا أنت عايز تغير حد وعايز تنزل فرود، تغير إمام عاشور بده؟ بالله عليك يا اخي ده كلام؟ طب انت ما بصيتش على حمدي فتحي خالص؟ وانا متاكد انك ما بصيتش، عشان انت لو اصلا كنت بصيت عليه قبل كده ما كنتش هتجيبه حتى المنتخب. وانا عايز اعرف حاجه يا جماعه، انا جالي فوبيا اسمها فوبيا محمد هاني. بقى محمد هاني بيمسك الكره انا برتعش والله العظيم. محمد هاني هيموت ويغلط، مش مثلا بيتفادى ان هو يغلط، لا ده هيموت ويغلط. طيب ما علينا، ايه محمد حمدي ده؟ بجد يا جماعه بصرف النظر على الاوفرين اللي عملهم في الماتش، بس محمد حمدي صعب قوي. انا كنت شويه هحمل رجاله واروح اقفل له الحته اللي هناك دي معاه. ده يابا بتجري في الجول الاول بتجري من الواد رايح فين يابا؟ انت بتتوقع الحركه ده؟ الواد لو كان كمل جري اصلا وقطع على اللي جوه كان هيكمل وهيدخل. طب ما انا عندي فكره حلوه يا جماعه، ما نصرف سيجارتين لفتوح وينزل يلعب مكان محمد حمدي. وحسام عبد المجيد انا بالنسبه لي هو لعب شويه مع جوميز والدنيا خلصت على كده، والشناوي حدث ولا حرج، يعني الدنيا لذيذه قوي يعني. فالمهم خلينا نتكلم، الفوز بيغطي على اخطاء كتيره قوي، واحنا عايزين نركز بالله عليك يا كابتن يا حسام. احنا ننزل تشكيله صح، هي مش محفظه نسيناها فهنطلع نجيبها ونيجي، ننزل تشكيل صح والدنيا معانا تبقى فله كده، عشان خاطر الماتشات الجايه ما فيهاش نسبه اخطاء، وان شاء الله البطوله دي بتاعت منتخب مصر. تصبحوا على خير.